السلام عليكم غزالاتي، اهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في مطبخ زينات المسانيه. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل في تمام الصحه والسعاده يا رب. اليوم جبت لكم مادلان خفيف ريشه، نعملوه غير بزوج حبيبات تاع البيض، اسفنجي قطني. هاداك واش يحتاجوا ولادكم باش يقراو مباشره. نجوزو نتعرفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله بها بدينا وعلى النبي صلينا، صلوا عليه كاملين يا الحباب. اذا قبل ما تبداو تفرجوا خليو لي جيم لا فيديو وتعليقاتكم. هنا نحتاجوا زوج حبيبات تاع البيض، لازم يكونوا بحراره الغرفه لنجاح الوصفه. عندي ملعقه صغيره ممتلئه من الفانيليا ورشه من الملح، كاس تاع السكر العادي، الكاس تاعي الحجم ديالو 220 مليلتر. راح نخلط مليح مليح بالباتور حتى القوام تاعي يولي بيض. هاد العمليه مهمه لنجاح المادلان باش يجي المادلان تاعكم هشيش خفيف ريشه. الوغ لازم القوام كي نخلطوا البيض مع السكر نتحصلوا على هذا اللون الابيض، يكون عندنا هذا القوام هكا شغل لاموس. وانا ندرب نزيد نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الزيت او ميم طون ندرب. بعدها راح نضيف نص كاس تاع الحليب، الحليب عادي ماشي لازم يكون سخون، عادي الحليب عندي بارد. نص كاس تاع الحليب بالعقل بالعقل. شوفوا هاد الخطوات مهمين باش المادلان تاعكم يجيكم روعه روعه. واللي تعتمد المشاريع ترفد الوصفات من عندي والله العظيم غير يوليو يديوهم عليك ماشي يديو ويزيدوا. الوغ هنايا عندي زوج علب تاع الياغورت ذوق شوكولاته، هذا غير ماشي من الغالي، ماشي دانيت، غير من الرخيص. زوج علب شوكولاته راح يزيدوا له النكهه وحده، اللون، ويزيدوا يعطيوه ايضا القوام شباب. اذا زوج علب ياغورت ذوق شوكولاته. انا توجور في المادلان شوكولاته لازم ندير الياغورت، لازم، خاطرش يجيني واحد القوام بزاف شباب. جربوه وردوا عليا. انا نخلط مليح. لهنا حنا نعمل زوج معالق كبار من الكاكاو، لازم يكون نوعيه جيده. ماذا بكم تخدموا بالكاكاو البني ماشي داك الاسود. وانا نغرب الكاكاو تاعي. ولهنا خلاص نورمالمون الباتور نحيه الان. خاطش ما يوليش يساعدكم هنا كي نضيفوا النواشف، ما يساعدناش بزاف بيسك راه عندي السائل بزاف، سوائل بزاف. الوغ هنايا راح نحي الباتور ونكمل بالفوي. فوالا نكمل نخلط بالفوي حتى هذاك الكاكاو يدخل كامل في الخليط. راه هنايا خلطوا مليح مليح. انا خديت وقتي وانا هكذا نخلط، وراني موجده كما راكم تشوفوا زوج كيسان تاع الفارينه. عملت الكاس الاول تاع الفارينه نغربلوه اكيد. ولهنا عندي ساشي تاع الخماره. كما تعرفوا دائما نحب انا الخماره نعملها وسط الفارينه، نحب ندفنها، راكم عرفتوني خلاص. هنا نزيد الساشي الثاني تاع الخماره، عندي دو ساشي تاع لا لوفيور، ونخلط مليح مع هذاك الكاس الاول تاع الفارينه. من بعد راح نزيد هذاك الكاس الثاني بالعقل بشويه بشويه. هي انا مرات يدخلوا لي زوج كيسان تاع الفارينه، بصح هنا في هذه المرحله خليت واحد المعلقه كبيره تاع الفارينه ما ضفتهاش، يعني من هذاك الكاس، من هذاك الكاس بقات لي حوالي ملعقه كبيره من الفارينه ما ضفتهاش. يعني ما حبيتش نخلي القوام، يعني ما تخليوهش فريمون حتى يجي شويه ثقيل، لا كي تخليوه يجي شويه ثقيل ما يجيكمش اسفنجي خفيف، يجيكم شويه ثقيل في الماكله. الوغ نتوما عملوا زوج كيسان تاع الفارينه ونقصوا منهم معلقه كبيره، معلقه كبيره تاع الفارينه نحوها والبقيه ضيفوه. فوالا هايلك. هنايا باش توليو تعرفوا القدر والعبر تاع الفارينه، الا تكونوا تخدموا بزاف هاد الصوالح، يعني بشويه بشويه افورس توليو تعرفوا نتوما بوحدكم الخليط بلا مقدار تاع الفارينه، يعني عينكم ميزانكم. انا تاني نجرب تاني يعني المبتدئات كي تعملي 8، يعني تتشكل لك هكا 8، ما تروحش بسرعه بسرعه، يعني تقعد هكذا واحد شويه هكا وتروح كي تشكلي 8 بهذاك الخليط، تعرفي بلي القوام راه عندك هايل. فوالا هنايا جبت هنا هذا المول اللي نعملوا فيه المادلان، نعملوا فيه شحال من حاجه. جبت هنا لي كيسات الخاصين بالمادلان. فوالا وراني راح نعمر. في هذه المرحله راه عندي الفرن تاعي ديجا مشعول،
الوغ حنا قبل ما نبداو الوصفه ماذا بكم تشعلوا الفرن ديالكم. ايضا الفرن يعني طياب هاد الصوالح يساهموا في نجاح الوصفه. الفرن ديالكم قبل ما تبداو اي وصفه لازم تسخنوه، سي بون، هذه قاعده. الوغ هنا الفرن ديالي راه سخون على درجه حراره 180، تقدروا طيبوه على 170، تقدروا على 180. انا راني عاملاته مروحه، واللي ما عندهاش المروحه ماشي مشكله، طيبوا من الاسفل فقط. المهم لهنايا عملت 2.5 معالق من الخليط في هاد لي كيسات. انا مانيش حبتهم بزاف منفوخين، الا تحبوهم بزاف منفوخين هادوك المادلان كيما تاع يعني المحلات هادوك اللي يجوا منفوخين بزاف، تعمروا شويه يعني يطلع باش كي يدخل للفور يتشوكا بين هذيك الحراره يطلع. انا مانيش حبته معمر بزاف، راني حبته عادي هكا نورمال ماشي معمر بزاف. اللي تحبو معمر تزيد تعمر لي كيسات، اللي تحبو الحجم كيما راح تشوفوا ديالي تعمل 2.5 معالق في لي كيسات. فوالا، هذه اختياريه. كان عندي واحد حبيبات تاع الشوكولا عملتهم هكذا في الوسط. الشوكولا لازم تكون نوعيه جيده فوالا باش تذوب لكم. فوالا، ولا تعملوا لي بيبيت دو شوكولا من الأحسن أيضا تاني تعملوا لي بيبيت دو شوكولا، والله غير تجيبيها ما شاء الله، يعني يعطيكم واحد البنه واحد النظره. هاد لي بيبيت دو شوكولا هايلين. انا مام هادو اللي عملت فيهم شوكولا في الوسط ضفت لهم هاد لي بيبيت دو شوكولا، النظره تاعهم تجي شابه والمادلان بهم يجي هايل. فوالا هاني كملت، يعني ما جانيش المقدار غير هذا، جاني بلوس فقط. انا وريت لكم غير هاد، يعني صورت معكم غير هاد الحبيبات، ولكن مازال باقي بلوس. فوالا نروح ندخلهم للفرن ونتلاقاو بهم طيبين. فوالا غزالاتي، مادلان ديالنا بالشوكولاته هاوليك جاهز امامكم. جا ما شاء الله مزين، واحد القوام اسفنجي، واحد البنه. هداك واش يليق للقهوه وهداك واش يليق للدراري. قولوا لي باش تشريو لهم هذاك المادلان اللي مغلف ومعلب وفيه الحافظ، عملوا لهم غير هاد الحبيبات تاع المادلان وخلوهم يدوهم ليكول. تعرفوا بلي ياكلوا حاجه نقيه من الدار وحاجه مليحه. فوالا انا هنايا زعما كنت شاطره، عملت المادلان وعملت مام البغرير. البغرير راكم تعرفوا راني حاطت لكم شحال من وصفه تاع البغرير، والحمد لله غير اللي تجرب البغرير تاع غزلان التمسانيه يكون ناجح الحمد لله يا ربي. دونك هنا في هذا النهار كنت عملت مام البغرير. دوك تشوفوا دوك في الاخير مقطع هكا تشوفوا البغرير تاني القوام تاعه هايل. وهنا شوفوا الحبه تاع المادلان كيش خرجت لي ما شاء الله. شوفوا بحدها ترجف. شوفوا هنا ركزوا لي مع القوام، شوف مطاطي اسفنجي خفيفه، هاي ليك بوحدها تقسمت خفيفه هشيشه وبنينه. اذا غزالاتي ما تنساوناش الجام ديالكم يدعمني بزاف وهو اللي يلحقني للمليون متابع. يعني ماذا بكم كي تفرجوا زيدوا كليكونا على هذيك الجام، خلونا تعليق شباب هكا باش تدعمونا تفرحونا هكذا باش نزيد نسعى وما نتوقفش. يعني هكا ماذا بيا نطلع عليكم كل يوم، ماذا بيا كل يوم نطلع عليكم بوصفه من وصفاتي الناجحه البسيطه الاقتصاديه التقليديه والعصريه. المهم بصحتي وبصحتكم كاسه اتاي. ولهنا هاوليك البغرير. فوالا كنت عملت مام البغرير، جا خفيف ريشه راه فيه الزبده والعسل، ناكلوه بالزبده والعسل راه خفيف مع داك الاتاي. واش نقول لكم شهيتكم في الجنه لهنا غزالاتي. نخليكم تستمتعوا بهذا المنظر. الى الملتقى ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم، ما تنساوناش بتعليقاتكم الرائعه لي جام ديالكم. اي حاجه تحبوني نديرها خليولي في التعليقات. مع السلامه.